تعالوا نعمل مع بعض كفتة فراخ سهلة أوي سريعة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وفولو وشير. يلا ندخل على الطريقة على طول. معايا أول حاجة نص كيلو من الصدور متقطع زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بعد كده بصلة وفلفلة وشوية بقدونس صغيرين كده واطحنهم وافرمهم يعني مع بعض كويس. بعد كده احط عليهم نص كوباية مية صغيرة واصفيهم كويس جدا. وبهفرم برضو الفراخ بنفس الطريقة كده. بعد كده احط بقى كل الحاجات دي على بعضها واحط عليهم بقى التوابل دي كلها، هكتبها لكم في اول كومنت عشان ما تتلخبطوش. وبعد كده هقلبهم كويس واسيبهم اقل حاجه في التلاجة ساعتين او من بالليل للصبح يعني. بعد كده الميه اللي قلت لكم عليها هحط عليها معلقتين صلصه ومعلقه صويا صوص، واحط ملح وفلفل وكركم وهقلبها مع بعضها كويس. بعد كده طلعت الكفته بقى، هجيب جنبي طبق كده فيه ميه، والعصيان تبقى محطوطه في ميه بس قبلها بنص ساعه عشان ما تتحرقش لما تدخل الفرن. بعد كده هبل ايدي واصبع الكفته زي ما انتم شايفين وادخلها الشوايه تاخد 10 دقايق كده، واطلعها ادهنها بالصوص اللي عملناه وادخلها تحت الشوايه 5 دقايق كمان، وبس كده تكون جاهزه. وممكن نحط فحمه كمان